السلام عليكم. اليوم جبت لكم خبز الدار بنة زمين خفيف ومنفوش بطريقة سهلة وبمقادير بسيطة موجودة في كل دار. إذا حابين تعرفوا السر نتاع الخبز الناجح من أول مرة خليكم معايا للنهاية. نبداو بالمقادير نتاعنا. واش نحتاجو لهنا؟ عندنا المقادير نتاعنا. عندي لهنا سميد درت 3 كيلات، ومن بعد زرت درت له السكر 3 مغارف، كل كيلو درت لها مغرفه نتاع السكر، ومن بعد ضفت نص مغرفه نتاع الملح، من بعد درت مغرفه نتاع خميره، مغرفه كبيره. نخلط النواشف مع بعضهم، ومن بعد نجيب نكب الزيت. عندي لهنا الزيت نحتاجو غير 8 ملاعق تاع الزيت. ندخل الزيت في السميد تاعي، من بعد نشمخو بالماء يكون سخون دافي برك مش سخون بزاف، هكذا حتى نتحصلوا على عجينه تكون عجينه عادي برك مش يابسه ومش جاريه. هذه هي العجينه اللي تحصلت عليها. نغطيها ونخليها ترتاح لمده 10 دقائق. لازم ما تيبسوش العجينه بزاف وما تجري شغل تيبس برك تلم صاي. هنا بعد ما ارتاحت لي راح نجيب نص كاس نتاع الماء ونص كاس نتاع ماء زهر و4 مغارف نتاع الزبده ولا 3 مغارف، ومن بعد نخليهم يذوبوا على نار تكون هادئه. ومن بعد نجيب نبدا نفرغ ونعجن بشويه، نفرغ ونعجن بشويه حتى نتحصلوا على العجينه تكون طريه بزاف. لهنا انا درت الطبقه الاولى تاع الزبده، من بعد ما يفضليش الخليط نتاعي وتبقى لي الزبده ذيك. درت الزبده في الاول، ندخل الزبده في العجين تاعنا، وبعد ما نحسوها دخلت الزبده مليح نزيدو نبداو نضيفو داك الماء اللي فيه خليط بين الماء زهر والماء والزبده، نكبو بالدفعات حتى نتحصلوا العجينه تكون طريه ونلقاو الماء تاعنا خلصناه خلاص نستعملوه كامل. هكذا نعجنو غير بشويه. واصلا خبز الدار على قد ما تعجنيه على قد ما يجي مليح ويجي خفيف ويجي كما راكم تشوفوا. انا بقات لي كميه صغيره برك، هكذا ونعجنو. راكم تشوفوا البنات العجينه كيفاش راهي طريه بزاف. شفتوا العجينه بعد ما خلصت الخليط مره نضيف بيضه كامله بدرجه حراره الغرفه، لازم تكونش بارده، وزيد ضفت معها شويه تاع الماء يكون دافي برك. نخلط لهنا البيضه نتاعي هذيك، ومن بعد نكون ندخلها في العجين من بعد ما تزربناش ريحه البيض في الخبز نتاعنا. وندخل البيضه هذيك ندخلها في العجين. شوفوا العجينه اللي تحصلت عليها، لازم تحصلي العجينه تاعك تلقاي فيها شغل كي تجي تمسيها وتلقاها ما تلصقش وهي جاريه ما تلصقش هكذا. ونحط العجينه تاعي. هنا جاتني 2 بلاطوات. هنا درت بيضه كامله ودرت معها 2 ملاعق تاع الحليب، ونديرو ندهنو سطح الخبز نتاعنا ونحاولوا ما نسيحوش في البلاطو من بعد ما يتحركش. انا لهنا تزيين كما تحبي. انا درت لهنا سينوج برك، تقدري ديري جيل جنانيه سينوج، تقدري ديري كما تحبي. انا لهنا درت سينوج برك. ومن بعد نخليو الخبز نتاعنا يرتاح، لازم نحسوه باللي طلع مليح. بعدين ندخلوه للكوشه نتاعنا تكون مسخنه مسبقا. لازم الفرن يكون مسخن مليح، لازم يكونش فرن بارد ولا دافي، لازم يكون سخون باش الخبز نتاعكم ما يهبطش. انا شكلته هكذا بالفرشيطه، درت له هذا الشكل، وكل واحد وكيف يحب يديرو.
هذا هو الخبز نتاعي، قلت لكم لازم تخليه يطلع مليح ومن بعد تدخليه للكوشة ولا الفرن. لهنا هذا هو الخبز بعد ما طاب، وراكم تشوفوا في النتيجة النهائية، وان شاء الله نكون ما طولتش معكم، وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، وما تنساوش ديروا اشتراك للقناة فضلا وليس امرا، وشكرا على حسن المتابعة.